قالت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة إنه تبعا لصدور قرارات من قبل اللجان المختصة تقتضي بإلزام بعض الأندية التونسية بأداء جملة من المبالغ المالية لفائدة مستحقيها، والتي بقيت دون تنفيذ أو تسوية إلى حدود هذا التاريخ، وهو ما جعل الجامعة تواجه جملة من العقوبات المالية الهامة من قبل الفيفا. وتشمل هذه العقوبات التخفيض من قيمة المنح التي تسندها الفيفا للجامعة التونسية لكرة القدم في إطار تمويل المشاريع المخصصة لتطوير البنية التحتية وتحسين منظومة كرة القدم التونسية. لذلك وبالنظر للانعكاسات السلبية لهذه العقوبات على الجامعة وعلى مختلف مكونات كرة القدم التونسية، فإن الجامعة تهيب بكافة الأندية ذات العلاقة إلى الإسراع لخلاص الديون المثقلة عليها وغلق ملف النزاعات بخصوصها في أنسب الآجال، قصد تجنب التدابير والإجراءات الإضافية التي قد تمس من استحقاقاتها المالية والرياضية. وأكدت الجامعة وفق ذات البلاغ بكونها حريصة على حماية مصالح كرة القدم التونسية وتسعى إلى تطويرها، وتأمل في تعاون الأندية وتفهمها لهذه الوضعية الحساسة والعمل على الإيفاء بالتزاماتها والنأي بكرة القدم التونسية عن التداعيات السلبية للعقوبات التي قد تمس من مصالح الجميع.